يا ابني الدنيا حر، تعالى بقى خلصني. عايز ايه؟ خلصت ازازة المية وانا مستنيه. ما نشوف ماله. حر ايه دلوقتي ومية ايه اللي بتتكلم عنها؟ حر ايه ومية ايه؟ الله، مالك يا ابني في ايه؟ نتيجة الثانوية العامة شكلها ظهرت، وعمي راح عشان يجيبها. ابوي بعده ايه؟ ظهرت. وانا كده كده هطلع بمادة. اه، محضر الغش اللي اتعمل لي. ماشي يا كريم، ماشي يا كريم. فكرتني ليه؟ عموما حموكشة جاي، هو اللي هيعرف يخلينا نهرب من اهالينا ومحدش يعرف يعطر فينا. يهربنا ازاي؟ انا خايف اوي. ده انا كنت قاعد محبوس في الحمام وبيقول لي اطلع اطلع لغايه ما الكهرباء قطعت. طبعا بعد ما الكهرباء قطعت طلعت طبعا من الحمام طبعا ما احنا شجاعة فينا احنا شجاعة فينا، بس ربنا هدينا شجاعة. بوريني شجاعتك لما تطلع النتيجة ونترن انا وانت العلقة. انا مش عارفة اعمل ايه. اهو حموكشة جه اهو. تعال الحقنا يا حموكشة، الحقنا بسرعة. في ايه؟ ايه الحكاية؟ نتيجة الثانوية العامة شكلها طلعت. ابويا بعت عمي عشان يجيبها لانه مش واثق فيا طب ما هو طبعا يا ابني لازم مش هيثق فيك. يعني افرض انت جايب ملحق، هتروح تقول لي يا بابا انا جايب ملحق؟ هتروح تقول لي انا طالع الاول، فطبيعي لازم يبعت حد. طب والعمل يا حموكشة؟ احنا لازم نهرب، لازم نجري. اهالينا لو عثروا فينا بعد ظهور النتيجة، بعد ما يعرفوا النتيجة هنتفرم. هو انت مش خايف يا حموكشة من النتيجة؟ لا انا عارفة نتيجتي انا هجيب نص في المية. يا لهوي، نص في المية ازاي؟ دي قليلة اوي يا حموكشة، ازاي كده؟ نص في المية ايه؟ دي تطلع لها 3-4 درجات. لا انا مش هجيب نص في المية، انا هجيب نص درجة. نص درجة نص درجة دي. ودي خدتها في ايه يا حموكشة؟ يعني هو انت ايه ما امتحنتش ولا ايه؟ ايه يا حموكشة نص درجة ايه اللي بتتكلم عنها؟ لا ركز عشان انا وانت كنا مع بعضينا. ها لا انت مالكش دعوة، انت حليت اللي تعرفه ويعني نسيت حبة كده، لكن انا لا، انا هجيب نص درجة. طب وابوك يا حموكشة، ابوك رأيه ايه في موضوع النص درجة ده؟ يا لهوي، انت لازم ما تقولوش. انت استخبى يا حموكشة، استخبى يا ابني وانا زيكم انا استخبى يعني. انا لو رحت اقول لابويا ان انا جبت نص درجة هيديني 1000 جنيه بمناسبة النص درجة، حلاوة النجاح يعني. 1000 جنيه حلاوة النجاح عشان جبت نص درجة؟ امال هو كان منتظر ايه؟ مؤبد. كان منتظر مؤبد، ده اذا ما كانش اعدام. لا ده انا ابويا لما بقول له ان انا جبت نص درجة بيفرح قوي، بيزغرط يعني. مش هقول لك انا، وبعدين انا كده بمشي لي شغل وانا في المدرسة. طب انا عايزة استخبى يا حموكشة بقى، انا اللي عايزة استخبى. عمي راح يجيب النتيجة، مش عارف هيجيبها وظهرت النهاردة ولا لسه هتظهر، راح يعرف الموضوع. انا خايفة يا حموكشة، انا خايف. وانا كمان لازم استخبى. انا ابويا لو عطر فيا هينفخني. الله، هو مش ابوك عارف انك اتعمل لك محضر غش وتعلقنا يوميها؟ نسيت ولا ايه؟ اه يعرف، بس ما يعرفش باقي المواد. باقي المواد فضايح، انت مش فاهم. ده انا عك ده مش متخيل المأساة اللي انا فيها. ابويا لو عارف درجات المواد التانية بكل مادة تعليقة. لا انا ابويا هياخدنا عند المغسلة بتاعت البخار، هيكوين ابويا. ايه يا ابني، هو ابوك بيعاملك كسجادة ولا ايه؟ يا سلام، يعني ابوك انت بيعاملك كنجفة مثلا؟ واضح كده ان اهالينا ناويين علينا. انا هتعلق زي نجفة وانت هتتغسل بالبخار زي سجاد. ايه العبط ده؟ ما تتلموا بقى، مادام عايز اخرج. ما تيجوا نتفسح شوية. نتفسح؟ والنتيجة يا حموكشة، والنتيجة مالها النتيجة؟ ما تيجي. اهلا وسهلا يا نتيجة، اتفضلي. منورة والله، منورة. حتى على الاقل تنوري مكان الضلمة اللي احنا فيها. ايه يا ابني، انا عايزة اخرج. انا ما تيجي النتيجة زي ما تيجي. وبعدين يعني ما انتوا كل سنة بتاخدوا نفس العلقة. يعني مش فاهم انتوا بتفاجئوني ايه؟ لا مش كل سنة بناخد نفس العلقة، لا السنة دي في تجديد. السنة دي هنتعلق يا حموكشة، وهنتعلق انا وانت عشان هجيبك معايا. ارحمني بقى انت وابوك، ده احنا بقينا نتعلق اكتر من نستحمى. طب هتعرف تخبينا يا حموكشة؟ ماشي خلاص، نروح نستخبى عند ابويا. يا سلام، ما هم هيعرفوا طريق ابوك يا اخويا، ما هيجوا يعني هنبص عليهم فوق راسنا. خلاص، بقول لكم ايه، انا عندي فكرة
جات لي دلوقتي. احنا هنعمل حركة جامدة جدا. حركة ايه؟ ايه هي حركة ايه؟ احنا نروح عند الاسم، قصاد الاسم، ونضرب في بعض ونتخانق مع بعض. هيدخلونا الحجز، كل ما يجوا يخرجونا نتخانق مع بعض وندخل الحجز لغاية ما ينسوا خالص موضوع النتيجة ده. يعني احنا مش عايزين نتضرب من اهالينا، عايزنا نتضرب في الاسم، لا ونتحبس كمان. ايه اللي بتقوله ده يا حموكشة؟ لا مش هقدر، لا انا بخاف من الاسم. امال عايزين نعمل لكم ايه؟ ها؟ اخبيكم فين؟ اخدكم في اعالي الجبال ولا اوديكم على السفانة؟ لا ودينا على المراجيح يا حموكشة، ودينا على المراجيح عشان هنتمرجح كلنا السنة دي. خلاص تعالوا اقعدوا معايا واحنا نتابع بالتليفون ونشوف النتيجة لو ظهرت ولا ما ظهرتش. ظهرت هنعمل ايه بقى؟ هنجري بقى، نجري في اي حتة، يعني هنشلح ونجري. وبعدين انت مش اختك في البيت؟ خليها تبلغك بالاخبار. اختي اللي لسه مديها على قفاها دي مستنيه لها غلطة. لا مش هتساعدني. خلاص هي كده لسه ما ظهرتش النتيجة، لما تبقى تظهر بقى تعالوا نخرج دلوقتي وننسى خالص الموضوع. وبصوا اعملوا نفسكم كده اكنكم ولا اي حاجة تفرق معاكم، وبعدين يعني لما تظهر النتيجة ويجي وقت العلا ابقوا قولوا يا فكيك اهربوا. صح عندك حق يا حموكشة، صح. احنا لو فضلنا كده هنموت من الرعب، لكن لو مشينا الموضوع عادي وكأن مفيش حاجة هنعدي، ولما تيجي بقى النتيجة يبقى ربنا يفرجها. تفتكروا؟ طب يلا بينا.